فيلمنا بيبدأ بالدمار اللي انت شايفه قدامك دوا، بواحد كده كان عايز لا مؤاخذة يعني يشوف اللي بيحصل وبيضرب، فبيتضح ان كل دوا تدريب للجماعة الموجودين معاه تبع الاكس من اللي هم المتدربين الجداد. وبيطلع اكس من بيشفر الكلام وبيضرب كده وموضوع انتهى يا جدعان. وبتيجي معانا البت الشجرة دي اللي بتقوله تعالى احنا عايزينك معانا. ويروح يقول لها يا ست عايزيني مين بس، ما انتوا معاكوا البروفيسور اللي ما يزق بالكرسي. تقول له كرسي ايه بس، الدنيا خربانه وفي بنت طالعه بتضرب في الناس كلها ومش عارفين ايه اللي حاصل معاها. فبيجي عمنا ده اللي بيبقى نازل برجليه من على الحيطه خالص من فوق، وبينزل عشان ياخدوه اجتماع الكونجرس الامريكي اللي بيقولوا له في جماعه متحولين خاربين الدنيا. بيقولوا متحولين ايه اللي خاربين الدنيا يا جدعان، ده احنا بس غلابه، بس بتمسكهم البت دي وهم هناك بتقطع فيهم ومحدش بيبقى عارف ايه اللي حاصل. بيجوا عاد للراجل ابو جرعه اللي هو قاعد على الكرسي اللي بيقول لهم خلي بالكوا احنا مش حالة مرضية، احنا اقوياء، احنا جد الدنيا. اللي بيشوف بره البت اللي بتغير الطقس اللي بره هنا بتقول له قد الدنيا مين بس يا عم، ده الدنيا خربانة وولعانة علينا، وبيعملوا لهم طيارات ورق وبيطيروها. بس اللي بيحصل ان الراجل اللي قاعد على الكرسي ده بيبقى قاعد زعلان علشان خاطر الراجل بتاع العضو الكونجرس الامريكي، وبيقول له تعالى دلوقتي ده في سم انتجوا له المتطورين والدنيا خربانة، ولازم نشوف حل للموضوع اللي حاصل دوا علشان هيمسكوا المتحولين كلهم يموتوهم. بس هو بيبقى قاعد كده بصدمته ما بيقدرش عارف يتكلم. بيشوف العدو بتاعه، العدو هناك اللي هو ماسك له ومجمع الناس المتحولين وعامل رابطة أشرار للمتحولين اللي هم خلاص عايزين يضربوا في الناس. وبيلاقوا البت دي اللي هي بتترحل على تريل عشان عملت كام مصيبة كده وكام جريمة، بينقذوها وبياخدوها معاهم. وبيجي عند الراجل اللي هو متحول، الراجل ده اللي بيغير في كونه معالمها اللي هو خلاص اللي هينقذ المتحولين كلهم بيروحوا له. بس هناك بيروح يلاقي النضارة طايرة بتاعت صاحبه الاكس من، فبيدور عليهم من التطير الحمراء. بيقول له يا عم انت في ايه، وديت صاحبي فين؟ فدي بتبقى ماسكاهم بتقول لهم لا مش هينفع كده، انا همسك واعمل واسوي. وده بيبقى ماشي بالتريلا بيقلبها كده وبيقول له تعالى خالص ده احنا ضاربين في الطقس، وبيلاقي البت دي. بس البت دي بيلاقوا العلاج بتاعها اللي هو ضدهم. اول ما تتضرب بيه فبتتحول لانسانة وبتبقى زعلانة قوي انها اتحولت لانسانة. بص يا جدعان هي بتتحول لانسانة وبقت حاجة جميلة خالص. وبيجي لصاحبهم ده اللي بيقولوا له خلاص الجماعة الإنسانيين وجدوا علاج للمتحولين والدنيا خربانة لازم تلحقنا. فبتيجي البت دي بتحاول تتجرب منه فبيقول لها خلي بالك انت وراكي سواد، احنا ما كناش كده. فالبت دي بتروح لها واحد صاحبها هي والبروفيسير، بس هي بتزعل البروفيسير زعل جامدة خالص. البروفيسير ما بيبقاش طايق نفسه فبتبقى ماسكة البروفيسير بتقسمه نصين وبيموت. بيخش عليها الراجل ده اللي بيقول لها انت ازاي تعملي كده، ده البروفيسور ده حبيبي. فبيتضح ان ده عامل لها حوار علشان خاطر ان البروفيسور عدوه مش حبيبه ولا اي حاجة، وعاملين حوار على بعضيهم. فللأسف البت دي بتموت البروفيسور، والإكس من بيبقى شايف كل ده حاصل قدام عينيه بس بيتصدم، بس مش صدمة كبيرة يعني، صدمة خفيفة. وبيجي واخدها الواد الشرير ورايح بيها الغابة. بيبقى قاعد دوا زعلان عليها ازاي ده كله حصل. بيبقى قاعد زعلان البروفيسور يا جدعان البروفيسور بس كلامه كله ولا بيود ولا بيجيب. وبيعملوا له جنازة لائقة بيه. الجنازة دي بيحضرها كل المتحولين من الإنس والجن والناس الكبيرة. بيبقوا زعلانين على البروفيسور خالص لأنه هو اللي رباهم. بس عادي الجماعة يعني بان زعلهم، بتاخد بعضها واحدة هتمشي بتقول لهم لا أنا مش فاضية للكلام دوا، أنا الوقت لازم أطلع أشق طريقي. فبتطلع تشق طريقها وبتروح الغابة. بيكون معانا الراجل الولية دي بتبقى عايزة تضرب البروفيسور، بس البروفيسور بيقول لها حرام عليك ده احنا مننا وعلى بعضينا والدنيا ماشية مفيش أي حاجة، لازم دلوقتي تقفي معايا وتسنديني. قالت له ماشي انا والبروفيسور مع بعضينا. بيروحوا الانسانيين بيبقوا ضارعين عايزين يضربوا في المتحولين، والبروفيسور اللي هو الشرير بيبقى طالع عايز ياخد كل الصفقات ليه. فبيروح الاكس من بيحاول يضربه بس ما بيلاقيهش، بيلاقي الناس اللي هم تحت منه بيحاول يضرب فيهم وبيضربهم كلهم وبلا مؤاخذة يعني بيدمرهم خالص. بس مشكلة ان الاكس من دوا مش لاقي خالص اي حاجة يشتغل عليها لانه هو واقف لوحده في الدنيا واقف بطوله ما بيقدرش.
فالحكومة بتنزل بتبقى عايزة تضرب المتحولين، ما بتلاقيش حد قدامها من المتحولين، بيكونوا هربوا كلهم وسابوا لهم الواد اللي بيتمدد كده ل5000 قطعة. وبيروح الاكس من بياخدوا خالص الموجودين على الجسر، وبياخد الجسر بينقلوا خالص المتحولين، بينقلوا عليه الجزيرة اللي هي فيها الولد اللي هو المفروض ان هو يبقى شرير للفيلم. بس الاكس من بيروح قبل المتحولين، بيروح يلاقي ان الناس هناك بتضرب ببنادق بلاستيكية وبوجودين خالص، بس الدنيا كلها مش مظبوطة، لان الاكس من اللي هناك مش مظبطين الدنيا. اول ما بيوصل بيكون الليل جه، وبيروح عشان خاطر يضربوا في البني ادمين اللي هناك، بيلاقي ان الاكس منه كله قدام عينه ومش عارفين يعملوا ايه من اللي حاصل. اول ما بينزل كده بالمطرة بتاعته، بيلاقي ان الانسان ده قدامه بيقول ان لازم يكون ربنا معانا علشان نقدر نحارب الناس دي، لان الناس دي شياطين متحولين. وبيقنع الناس اللي معاه ان دي شياطين متحولين، هي دي الكبيرة بتاعة المتحولين اللي بتدمرهم كلهم. بينزل لها الواد ده وبيفضل يضرب فيها علشان خاطر يحاول يهرقها، وما بترهقش خالص. بيجوا من الاكس من بيحاولوا يضربوا في الانسان وبيحاولوا يضربوا في المتحولين، بس الاكس من مش قادرين يظبطوا اي حاجة. وان الواد بتاع الجليد هيجي قدامه الواد بتاع النار على اساس يحاولوا يعملوا حاجة، ودي بتقول لهم ايه اللعب اللي انتوا بتعملوه دوا يا جدعان، خلينا نشتغل، خلينا نشوف هنعمل ايه. فاللي بيحصل ان دلوقتي ان الراجل اللي هو عايز يضرب في الحيطان دوا علشان يلاقي ايه الواد اللي هناك، لكن الواد اللي هناك دوا اللي بيجي عنده وبيلمسه قوته خالص بتموت. فدي اول ما بيجي جنب الحيطة بيرجع يموت. ويجي الوقت الراجل ده لما بيرموه من فوق وينقذوا ابنه اللي هو بيجي نحات، وما بيظبطش الدنيا معاه مع الراجل دوا. اول ما بيلاقوه موجود هنا، بتيجي الست الكبيرة دي اللي هي العظيمة بتاعتنا بتحاول تموت الاكس من، بس الاكس من بيحضنها وبيقول لها لا احنا موجودين معاكي، احنا كلنا وراكي. وبيحصل ان الراجل دوا وهو ماسك الدنيا دي بيحصل ان هما خلاص ضاربين بعض، بس اكس من بيحضن المرة وبيقول لها حرام عليك اللي انت هتعمليه في البني ادمين دول بني ادمين، ومفيش اي حاجة غلط نقدر نعملها، بس نقدر نمسك مع بعضينا. وبيجي يروحوا ماسكين الواد دوا اللي هو البروفيسور الشرير، ضاربينه ب3 ان هو يرجع انسان تاني وهينتهي بيه الكلام عجوز خالص. ودي بيحاولوا يقنعوها انها تهدي الحرب عن الانسان، ان الانسان ملوش دعوة وهي مسيرة مش مخيرة، لان هي دلوقتي كانت مع المتحولين علشان خاطر يقدروا ينجدوا الناس، لانها كانت هتدمر كل الدنيا لولا الاكس من اللي هو هادي دوا انقذ الدنيا. وفضل حاضنها لوقت من الزمن وهي رافعة كل الجزيرة من على الارض. قالها ان اللي بتتحكم فيك قوة شيطانية، وانك لازم تشغلي عقلك قبل قلبك، علشان لو شغلتي قلبك قبل عقلك الدنيا كلها هتبوظ. والاكس من بينقذها. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، تابعوني لاجل كل جديد.